السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم متابعين قناة دياز ماروك تيفي. اليوم جبت لكم ملخص مواجهة قوية جمعت بين المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي ضمن منافسات كأس إفريقيا للسيدات 2026. خليكم معنا أبرز الفرص وأهم اللقطات في دقائق قليلة. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا نبداو مباشرة مع ملخص المباراة. انتصار لعبة رفقة غيزان الشباك من أفضل اللعبات في البطولة السعودية لكرة القدم. تعود كرة نحو لينا ضاعت كرة للسنغال تسدد لكن بعيدا عن مرمى المنتخب الجديد بذكرى الخسارة الأكبر في تاريخ السنغال في تاريخه منذ تأسيس. كانت في كرة لمنتخب السنغال، التسديدة كانت ممتازة جدا لمنتخب السنغال عبر مدينة 2006 من منتخب غينيا 7-0. فأول مباراة دولية لهذا المنتخب كانت سنة 2002 لعبت نادي بريستول سيتي. مارين دافور في تنفيذ الخطأ للمنتخب الجزائري. مارين دافور في منطقة الجزاء، لازالت الخطورة الجزائرية. كرة إمكانية لمنتخب السنغال، المراوغة في محل في زمان في مكان التحضير. الكرة من الطرف الأيسر، هذه إمكانية توقف في منطقة الجزاء عند طلب الكرة من الجانب لمنتخب السنغال لكن تذهب. هذه كرة لمنتخب السنغال، تجد المساحة من الطرف الأيسر للمنتخب السنغالي، المراوغة والتوغل في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع المنتخب. إمكانية لمنتخب السنغال مرة أخرى عبر هذه الكرة في منطقة الجزاء، مشت لبراز، لازالت الخطورة السنغالية. تسديدة في غياب التركيز مشت صح. لينا من جديد، لينا تبحث عن الدعم، لينا تحضر كرتها للمنتخب الجزائري. هناك زيادة عددية من الطرف الأيمن، كيف سيتعامل المنتخب الجزائري مع هذه الكرة لكن تدخل المنتخب الجزائري. كرة تلعب في منطقة الجزاء لمنتخب الجزائر، كرة بالراس لكن محاولة الخروج من مساحة ضيقة والكرة تسدد لكن تدخل حارسة المباراة إكرام جامي. إكرامية من سددت الاهتمام والتغطية الإعلامية والمواكبة التي تليق بهذه البطولة. كرة بالراس مرة ماما ديوب من مواليد العام 1994 لعبت نادي الصف للدور المقبل. يمر عبر إطاحة بمنتخب السنغال المنتصر، تضيع الكرة من جديد للمنتخب الجزائري. وهنا بصدد منافسة بطولة افريقيا للسيدة تم السنغال. اما المنتخب الجزائري التأهل للدور المقبل يمر بضرورة الانتصار في هذه كرة ضائعة لمنتخب السنغال. إمكانية لمنتخب السنغال، فرصة للسنغال، كرة للسنغال، تضيع الفرص ببشاعة. هذا قامت كل شيء في الكرة الماضية. لعبت منتخب السنغال عيسى توفال اخترقت وما طريق العبور. أدت كرة على طبق من ذهب للمجدد منتخب الجزائر. التسديدة بالعنوان مارين دافور، لينا بوصحة، لينا تتحصل على ضربة خطأ. هي الأخرى لعبت لي غانغان في البطولة. مارين دافور التسديدة والتدخل كان ممتاز. 8 ولا 2009 ولا 2010 رفقة نادي الطرف الأيمن ممتازة للجزائر. إمكانية للمنتخب الجزائري، لازالت الخطورة الجزائرية. هناك مساحات في دفاع منتخب السنغال. نعم تضيع عدد كبير من الكرات الضائعة في هذه المباراة. ضربة جزاء تعلن عنها الحكم الجنوب افريقيا. جزء من منطقة الجزاء والعرقلة كانت على خط المرمى كما نتابع في الكرة الماضية. والحارسة خديفاي، مارين دافور، والهدف هدف فريد بن سيتي سعيد بهذا الهدف. عاد لتسديدة مارين دافور، تسديدة ماريا، إمكانية للمرور من الطرف الأيمن للمنتخب الجزائري. لنا بوصحة تبعت الكرة. هذه كل ملاعب جميلة تحتضن الرباط، والرباط تحتضن منافسة بطولة الجزائري على منتخب السنغال بهدف مقابل. وها احنا وصلنا لنهاية ملخص مباراة المنتخب الجزائري للسيدات ضد منتخب السنغال في واحد المواجهة اللي كانت مليئة بالندية والحماس، واللي كتدخل ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
بغض النظر على النتيجة كنقولوا ألف مبروك للمنتخب الفائز وهارد لاك للمنتخب اللي ما وفقوش الحظ. هذه غير البداية والبطولة مازال طويلة، وكل المنتخبات عندها فرصة باش تصحح الأخطاء وترجع بقوة في الجولات الجاية، خصوصا أن المنافسة هاد السنة غادي تكون صعيبة بزاف مع مشاركة 16 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة. ومن دابا غادي نواكبوا معكم جميع مستجدات كأس إفريقيا للسيدات 2026 لحظة بلحظة. غادي نهضروا على نتائج جميع المباريات وترتيب المجموعات وتحليل أبرز اللقطات وأداء المنتخبات وجدول المباريات المقبلة، بالإضافة إلى متابعة خاصة للمنتخبات العربية وعلى رأسها المغرب، الجزائر ومصر. وهذه النسخة عندها أهمية كبيرة لأنها ماشي غير منافسة على اللقب الإفريقي، بل كذلك مؤهلة إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، بحيث المنتخبات اللي غادي توصل نصف النهائي غادي تضمن التأهل مباشرة للمونديال، وهذا الشيء غادي يزيد من قوة المنافسة والإثارة في كل مباراة. المغرب اللي كينظم البطولة للمرة الثالثة على التوالي وفر جميع الظروف باش تكون هذه النسخة من أنجح النسخ على المستوى التنظيمي، والمباريات غادي تجرى في ملاعب عالمية بمدينة الرباط والدار البيضاء وسط حضور جماهيري كبير. إلى عجبكم هذا الملخص ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة دياز ماروك تيفي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، واكتبوا لنا في التعليقات شنو توقعاتكم للمنتخب اللي غادي يرفع كأس إفريقيا للسيدات 2026. واش المغرب قادر يتوج باللقب فوق أرضه ولا كتشوفوا منتخب آخر عنده الكلمة الأخيرة؟ شكرا على المتابعة وإلى فيديو جديد مع تغطية جديدة من كأس إفريقيا للسيدات المغرب 2026، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.